انا الخوت كيبان لي اول جزائري تيتكلم على المغرب بهذه الطريقه، معروف عليه هذا محلل رياضي في التلفزيون العمومي الجزائري وايضا في مواقع التواصل الاجتماعي. خلوكم تكتشفوا هذا الفيديو اللي كله صراحه تحليل عميق جدا، كأني به اول جزائري يتحدث برزانه اولا وبتحليل معمق، تحليل رياضي في المستوى. ما نطولش عليكم، نتابعوا سوية ونعلقوا عليه في الثنايا للرياكشن على هذا الكلام ديال هذا خونا. نحاول نونترينور اللي لاعب دومي فينال كوب دي موند اللي غير كيما ولا حق فينال كوب دافريك يربح وعينو هذا غير هو هضر زوين وغيهضر زوين وغيكمل زوين ونخليكم تكملوا الفيديو، ولكن هذيك نحاوه نحيها الله يجزيك بخير. لو ماركيو باللي مستوى الركراكي ماهوش يواكب مستوى جودة اللاعبين وتطور جودة اللاعبين، والنيفو تاع الركراكي ما لحقش النيفو تاع حكيمي باغ اكزومبل ميور اريير دروا في لو موند، لا دياس تاع مدريد ولا نايف اكار تاع لوان. نوعية اللاعبين هذه يسحقوا منظومة مختلفة، يسحقوا بالفعل ديفيرونت، ماشي كيما تاع الركراكي. خاطش هادو جينيرالمون يلعبوا في منظومات وين كل ستريكتوري، البناء المنظم من الخلف ضرورة، الضغط العالي. ومسألة أخرى بطبيعة الحال هنا تكلم هو في الصميم، لأن وهبي صراحة الخطط ديالو ولي ستيل جوج اللي كيلعب به ما عندوش غير ستيل واحد، وشفنا هذا لعب مع أعتد المدارس الكروية، ماشي غنقول الأوروبية ولا أمريكا اللاتينية، راه إسبانيا، فرنسا، أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا منتخبات أمريكا اللاتينية، البرازيل، الأرجنتين. يعني صراحة هذا ما يحسب لوهبي عكس وليد الركراكي كما غنكملوا مع الكلام ديال هذا المحلل الجزائري. ديفيرون مع الركراكي كيفاش نجح بلو بلوك ميديوم حتى لو بلوك با ولي كونتر اتاك لي ترانزيسيون، ان ستيل ديفيرون اللي يقدر يمشي لك في منافسه ظرفيه. بصح كي طول كانت باينه باللي بصح دير هاد لا ديسيزيون قبل كوب دي موند ب 3 موا، بصح كي تعرف شكون رومبلاساه تفهم رومبلاساه محمد الوهبي تما ماشي جديد، ويقدر يلعب اسلوب لعب اكثر تطور، يقدر يواكب الجيل ولا جينيراسيون جديده اللي راهي طالعه، ويقدر ينتيغري هذيك الجينيراسيون ولا يخلق مجموعه. بالفعل وليد الركراكي كيعتمد على البلوك با وكيمشي لي ترانزيسيون لي تحولات. شنو يبقى الريسك؟ خاطر قبل 3 موا تبدل لونترينور راح نشوفوا اثار هاد المخاطره ولا هاد الريسك في نتائج المنتخب المغربي في كاس العالم. اذا السيد خوت درسنا حرفيا كيفاش كنا كنلعبوا، كيفاش لعبنا في كاس العالم قطر 2022، وكيفاش لعبنا في لاكوب دافريك في الكوتيفوار، وايضا كيفاش لعبنا في بلادنا في كاس افريقيا اللي استضفنا. كان تقريبا اول جزائري كيبان لي تيهضر بهذه الرزانه وبهذه الحرفنه على مستوى التحليل الرياضي. برافو لي. تقريبا انا جاني الواحد هذا اللي خاصو يكون في جميع برامج الرياضيه في التلفزيون العمومي الجزائري، لان هكذا حنا ملي كنكونوا شي واحد تكلم ماشي يتكلم فينا زوين، من يتكلم بالعقل وبالرزانه وتكلم بالمنطق غنقولوا راه تكلم بالمنطق. شي واحد خرج وتهكم راه غنردوا عليه، غنحطوه في السله اللي يستحق وغنوقفوه عند حده. بوان فينال. تبارك الله على هذا الاخ، ولا عجبكم الفيديو بارطاجيوه وخلوا لنا اراء ديالكم في صندوق التعليق.